في الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو للتيك توكر العراقية نارو مع الداعم السعودي يدعى أبو يوسف، وأثار المقطع حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحقق شهرة وانتشار واسع في الساعات القليلة الماضية. وإليكم بعض التفاصيل حول الخبر. فيديو نارو العراقية والداعم السعودي. تتصدر نارو عناوين وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لتصبح من أكثر المواضيع تداولا بين مستخدمي الإنترنت في العالم العربي، خاصة على منصة تيك توك ويوتيوب. هذا المقطع أثار جدلا واسعا حول انتهاك خصوصية المشاهير العرب، وبسبب عدم وجود الفيديو على الإنترنت وصعوبة الحصول على المقطع كامل. وفي المقطع المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت التيك توكر نارو العراقية بصحبة الداعم السعودي وتتحدث بأسلوب غير لائق، مما أدى إلى ضجة كبيرة على مواقع الإنترنت. كما تباين ردود الفعل بين من اعتبرها ضحية الانتهاك الخصوصية ومن رأى أنها تجاوزت حدود المقبول في محتواها. وأكد بعض المتابعين أنهم معتبرين أن ما حدث كان بسببه لترفع اسمها عبر الترند. هذا الانقسام يعكس التحديات التي يواجهها المؤثرون في الحفاظ على خصوصيتهم في ظل الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ونارو هي مؤثرة معروفة على تطبيق التيك توك، وهي مؤثرة عراقية شابة تتمتع بشعبية كبيرة، حيث يتبعها أكثر من 5,300,000 شخص، وقد حصدت مقاطعها أكثر من 92 مليون إعجاب. تتميز نارو بمحتواها المتنوع الذي يشمل التمثيل والموضة والمكياج، مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي. وبعد انتشار المقطع بشكل كبير، أعلنت التيك توكر العراقية اعتزالها مؤقتا من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى الضغوط النفسية التي تتعرض لها. ومع ذلك استمرت بعض مقاطعها في الانتشار، مما يشير إلى صعوبة السيطرة على المحتوى.